بارترا، اللاعبين اللي هم بيلعبوا في برشلونه، اقوى انديه العالم واحسن انديه في العالم بيغلط اللاعبين. وبالتالي لما تيجي تقيم لعيب تشوفه على مدار الموسم او على مدار مثلا الدور الاول. دي على فكره لقطات امبارح بعد الماتش، مستر فييرا راح على المستشفى يطمن هو وماركو واسامه نبيه الجهاز الفني، كلهم راحوا بعد المباراه مباشره يطمنوا على صلاح سليمان في المستشفى. وده صلاح طبعا شايفينه واعي وموجود، وزي ما قلت لكم كان عايز يلعب الماتش وهو لسه على النقاله، ولكن الدكتور حس ان الموضوع هيبقى صعب جدا وشكله وبانت ان هي فيها كسر، وبالتالي قال له لا طبعا ما ينفعش هذا الكلام. دكتور مصطفى متواجد معاه من امبارح، والنهارده الصبح كان معاه في المستشفى، والراجل بصراحه يعني كفء بشكل كبير جدا الدكتور مصطفى المنير. الكسر ده مش سايب، بيظهر لما الواحد بيكون مكسور في ايديه يبقى الكسر. ودي نعمه من عند ربنا انك انت برضه بطل، ان انت بطل الحمد لله. يعني you are with a good nurse. يا دولار ماشي يا نادر سير مع السلامة يا نادر. نعم مع حضرتك. على فكره هي العمليه جامده، بس هو واضح ان صلاح ما شاء الله يعني بيتحمل بشكل قوي الخبطه، لانه امبارح ده قبل ما يعرف انه هيعمل عمليه كان الراجل بيتجاوب مع الناس، وكان بيكلم في تليفون وموجود بشكل قوي جدا. يعني بنطمن على صلاح ونقول له الف سلام عليك، لعيب راجل من احسن اللاعبين المتواجدين هذا الموسم، ومش عشان غلطه في مباراه يبقى انت كله وحش، من احسن اللعيبه الموجوده وعملت ماتشات هايله، والسنه دي في ارتفاع كبير في مستواه. ان كان باصه غلط كلها بتحصل، وبالتالي ما تبصش يا ابني وراك. دايما للاسف الشديد احنا عندنا النقد ما بيبقى